السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع مطبخ أمي راح أقدم لكم وصفة سهلة وبنينة بزاف. وصفة البطاطا المقلية المقرمشة اللي كامل ربات البيوت يحبوا يديروها مقرمشة وطرية من داخل. راح أقدم لكم اليوم الوصفة، تبعوني ورايحة تنجح لكم إن شاء الله. تمشي بزاف مع الدجاج المحمر. هيا نحضروا البطاطا. نبداو بسم الله، نقصوا البطاطا جيدا ونقشروها كما راكم تشوفوا. اللي حبة هي شكلها سبحان الله، شكلها غريب. اللي ما قطعتهاش خليتها. يعني نقطعوها بعد ما نظفناها جيدا، نقطعوها إلى نصفين ونقطعوها بالطول، والتقطاع تاعها يجي شوي خشين. كما راكم تشوفوا في الصورة. ثم التف التقطاع. نحضروا الماء الساخن. بسم الله. نحطوا البطاطا في الماء سخون ونديروها فوق النار. درت لها مغرف ملح على حسب الذوق تاعكم، على حسب واش تحبوا نتوما الملح. حطيتها فوق النار لمدة 10 دقايق كما راكم تشوفوا. في الصورة. ها هي طابت معنا وهي أصبحت جاهزة. نقطروها مليح من الماء، نغسلوها من الماء بارد، نضعوا عليها طحين فارنة، نضعوا 3 مقارف 3 ملاعق. نزيدون نحطوا لها توابل مخلطة من بينهم الكركم، وما تعودش طايبة بزاف، تعود طايبة مستطيل. ونحضروا زيت ساخن نحطوها فيه، وما ما نحركوهاش حتى تشد روح. تشد روحها نقلبوها على جهة الأخرى كما راكم تشوفوا في الصورة. ما تديش معنا الوقت، تكون ناشفة من الزيت. كي نحوها من النار تعود ناشفة من الزيت. كما راكم تشوفوا في الصورة هي حمراء ومقرمشة. الله الله. ونتمنى تدعموني بالاشتراك بلايك. ربي يحفظكم إن شاء الله، ربي يستجيب لكم دعاءكم إن شاء الله. عاونوني. وشهية طيبة.